صاحبي، ما تيجي اقول لك ازاي لونت الفيديو ده علشان يطلع من الشكل ده للشكل ده. فبدون اي مقدمات يلا نبدأ. طيب زي ما انتم شايفين كده في الفيديو ان هو متصور باللوك بروفايل، يعني بدون اي الوان علشان يحافظ على اعلى دايناميك رينج من الكاميرا. فبالتالي انا محتاج ان انا اكون بحوله للريك 709، بحوله للالوان. زي ما احنا عارفين بناخد الكالر سبيس ترانسفورم ونحط الداتا بتاعت الكاميرا which is الاس جام 3 دوت سيني اس لوك 3، وبحوله للريك 709 للالوان اللي احنا بنشوفها حاليا. بس انا هنا ما عنديش فلكسبيليتي اكتر في الالوان، انا عايز يكون عندي مرونة اكتر ان انا بستخدم الالوان زي ما انا عايز. ففي دافينشي ريزولف في حاجة اسمها ان انا استخدم الوان تبع الدافينشي وايد جامت. زي ما انتم شايفين هنا المثلث الصغير ده، دي درجة الالوان، السبيكترم بتاع الالوان اللي بقدر ان انا بتحكم فيه. في حين ان انا عندي الدافينشي وايد جامت ده مثلث كبير اكبر، بقدر استخدم الوان اكتر بكتير، وبالتالي ده اللي انا هلون عليه. فخلينا نرجع لكل حاجة من الاول. ريست. خلينا ناخد color space transform نعملها من الاس جامت اس لوج، وهنوديها على دافينشي وايد جامت دافينشي انترميديت. ومن هنا هناخد برضو الكالر سبيس ترانسفورم اللي عملناه هنا وهنعمل سواب من دافينشي وايد جامت، وعايزين نطلعها الريك 709. وانا هنا عشان بستخدم الابل استخدم ريك 709A. لو انا بمنتج وبلون على اكسترنال مونيتور يفضل انك تستخدم الجاما 2.4، لكن كالوان مش هتلاقي فرق كبير قوي ما بينهم. فالريك 709A بعد ما احنا عملنا التو نودز نسميهم CSTN، وهنا color space transform out. ما بينهم هنقدر ان احنا نكون بنشتغل كل حاجة. بحب ان انا اعمل قبليها النويز ريدكشن وبخليها موجودة للاخر، ما فعلهاش دلوقتي. اوكي، من بعديها بعمل 3 نود. ان انا بحب ان انا اعمل الوايت بالانس اكسبوجر كونتراست ساتوريشن، بحاول اظبطهم قبل ما ندخل في الصورة نفسها. خلينا نسميهم اكسبوجر. الاكسبوجر هنا عندي ان انا اتحكم من الليفت او الجاما اللي هي الميد تون او الجزء اللي في النص، او الجين اللي هو الهايلايت. لكن انا علشان استخدم حاجة اكيوريت اكتر فهروح للكيرفز. عندي هنا ان انا بختار الكيرفز زي ما بحب، بس انا عشان اكون اكيوريت اكتر بروح لحاجة اسمها الاديتابل سبلاين. وهنا بمجرد ما بدوس في النقطتين هنا في الهايلايت والشادو بقدر ان انا اعمل كيرف بسيط قوي بتحكم اكبر، مثلا كده. انا شايف ان الكيرفز مظبوطة واموري تمام. ده بيفور وافتر. ممكن نروح للكونتراست. انا مش شايف ان الكونتراست احنا ممكن نعمل فيه اي حاجة، فهنخليه زي ما هو. وأز وايت بالانس برضو مش شايف ان احنا نلعب في الوايت بالانس نهائي، لان كل ده احنا لسه هنكرييت لوك، يعني منظر بألوان مختلف تماما. فأز بيجيننج زي ما انتم شايفين الوايت RGB، يعني كل الألوان اذا كان الاحمر والاخضر والازرق كلهم على نفس المستوى. ممكن الساتوريشن انا حاسس ان الصورة ساتوريتد اكتر وانا محتاج اخلي اللوك بتاعي وورم واهدى اكتر في الالوان. فهروح للكيرفز برضو واروح لللوما فيرسس سات. هحاول ان انا اقلل الالوان طبعا كده اكتر بكتير. انا محتاج بس ان انا اكون بقللها حاجة بسيطة قوي. طبعا ده الاكستريم، ده اقل حاجة، فانا عايز اكون في النص زي كده. ودلوقتي اهم حاجة في الفيديو كله ازاي نكريت اللوك بتاعنا.
في الحالة دي انا شايف ان انا محتاج الصورة تكون بتميل شوية للازرق من ناحية الشادوز، فهاخد الليفت من هنا اللي هو الشادو نفسه. اوكي، هحاول ان انا اديله شوية الطابع اللي بيه اللون الازرق، بس هنا الاحمر برضو بيقل معايا، فانا محتاج ان انا اكون يعني برفعه حاجة بسيطة. الالوان اللون الابيض نفسه مثلا كده، انا شايف ان هو كده تمام، لان انا لسه هلعب في الجاما والجين والاوفست اللي هي الصورة كلها. الجاما مثلا اللي هي الميد تون، انا حاسس ان هو محتاج يروح ناحية الورم شوية، عشان دي هنا اللي فيها السكين تونز. اوكي، في الاغلب دايما بتلاقي ان هي علاقة عكسية ما بين الجاما والليفت، اللي هو ما بين الميد تون والشادوز. اوكي، انا شايف ان هي كده كويسة، بس حاسس الاحمر برضو حاسس ان هو ممكن يبقى اقل حاجة بسيطة. اوكي، زي ما انتم شايفين هنا الصورة بدأت ان هي تختلف ونطلع بلوك حقيقي منها. الجين which is اللي هو الهايلايت، الجين انا حاسس انا ممكن اروح شوية للاكستريم على نفس النهج بتاع الجاما، مش اكستريم قوي كده. اوكي، لا خليني مثلا لحد ما الاقي ان الصورة بالنسبة لي بدأت تظبط. اوكي، بس حاسس ان الاحمر كتير فنقلله حاجة بسيطة. اوكي اوكي اوكي، طبعا انت دلوقتي شايف ان الصورة بايظة which is هي فعلا بايظة، لكن هنا بيجي دور الاوفست اللي هي الصورة ككل. اوكي، تعالى نخلي الصورة كلها تروح اكتر ناحية الكولد كولر. دلوقتي الصورة بدأت تبان بشكل اوضح. اوكي، انا عايزها ناحية البلو مش السيان. اوكي، فتعالى هنا مثلا الفالي دي عايزين مثلا نكترها شوية، مثلا 25 مثلا. اوكي ممتاز. الاخضر مثلا ممكن يقول ان احنا نزوده حاجة بسيطة. اوكي، الاحمر انا شايف ان هو كتير، فمحتاجين ان احنا نكون بنقلله اكتر من كده، يعني بالمنظر ده. لحد هنا الصورة لسه مش مكتملة، لان هي لسه رايحة ناحية الورم كولر، ففي سيكريت صوص كده انا ممكن اكون بزوده من الاوفست ومن الالوان البرايمريز، بس الحركة اللي هعملها دي بتاخد طابع تاني انا شايف ان هو بيكون احسن بكتير، بيريح عليا وبيوفر وقت اكتر، which is انا بضيف حاجة هنا اسمها كروماتيك ادابشن، كأنه بيغير لي من معايير التمبريتشر بتاعت الصورة نفسها، وكأني بظبطه من الكاميرا. مثلا خليه 5300 مثلا. شايفين الصورة ازاي اختلفت؟ بس انا شايف ان هو محتاج يزيد اكتر، يعني مثلا الرينج ده حلو بس محبش الكسور، خليها 5600 دايركت. done. بصوا الفرق، خلينا لوك 2 اللي هو التكملة بتاعته. بصوا الفرق ما بين دول قبل وبعد، اختلاف كبير جدا. بعد ما خلصنا نحط بقى شوية حاجات زي ما احنا بنقول عليهم كده التحابيش بتاعت الصورة. انا بحب ازود الهاليشن جلو، بحب ادي شاربنس شوية للصورة، وفي النهاية لازم انهي ان انا اظبط السكين تون بتاعي، بس خليه في الاخر. وممكن بضيف نوت زيادة لان انا مش عارف ممكن احتاجها في ايه، فخليها دايما فاضية كده علشان اكون فاكرها. بضيف الهاليشن، حاول اشوف بس هي بتأثر على ايه. اوكي، عايزين نقللها شوية. يعني كده كويس. السترينث نقلله شوية ونرفع السبريد بتاعت الصورة. اوكي، زي ما انتم شايفين before after before after. مثلا هنا على وشها هنا
على الإدجز هنا. اوكي. الجلو في اكتر من طريقة، ان انا ممكن اقوم ساحب الجلو دايركت هنا وارفع الصورة زي ما احب وكل ده، بس انا عندي طريقة احسن بكتير والطريقة اكيوريت اكتر واقدر اتحكم فيها زي ما احب، وهي ان انا بخلي الكومبوزيت مود هنا لسكرين. طبعا الالوان ضربة مش مشكلة، خليني اروح هنا واجي هنا في الكيرفز، مش عايز اشغل الاديتور سبلاين عشان اقدر اكون بتحكم اكتر. اوكي، ده الجلو بيفور افتر، ممكن ازوده حاجة بسيطة مش كتير. اوكي، حاجة بسيطة كده، حلو اوي. بيفور افتر. شاربنس، هاجي هنا عند الشاربنينج. اوكي، هخلي اقلل شوية. اوكي، بس طبعا انتوا لو شايفين بقت حادة جدا، مثلا ده بيفور وافتر بقت حادة جدا، شكلها مش افضل حاجة. فبالتالي هندوس هنا على الهايلايت، ومحتاج ان انا اشوف الادجز بتاعة الشاربنينج نفسه بيأفكت اي جزء من الصورة. هروح هنا على الشاربن، هقلل الليفل، مثلا اخليه كويس هنا مثلا. والكورينج سوفتنس محتاج ان انا اكون مثلا تمام كده. اوكي، لا ممكن اقللها شوية. اوكي، والسكيل اقلله خالص، لو قللته كده كده انعدم. انا محتاج ان انا اكون مثلا على مثلا تمام. لا ممكن نقلل حاجة بسيطة. كل ما يبقى مش ظاهر كل ما يديني النتيجة افضل. لو انت جيت شفت كده دلوقتي before after، تشوفها اكتر هنا before after، نتيجة ممكن تكون ان هي مش ملحوظة، بس احنا ممكن نزودها شوية فعلا. ممكن مثلا نقلل خلاص، لان هنا ده الشاربنينج بتاعنا، فنقلل مثلا كده before after. ممكن نرفع حاجة بسيطة مثلا 44. ممتاز قوي. اوكي، انا هنا حاسس ان انا محتاج اخلي فيه density في الكولرز اكتر بكتير من كده، يعني ازود الكثافة بتاعت اللون مش الساتوريشن. هروح لهنا نود نسميها color dense عشان ابقى عارف. اوكي، وهنا انا بحب استخدم الكولر سلايس تول. انا هنا عندي كام لون مش كتار، وتشيز مثلا عندي هنا اللون اللي زي السيان. اوكي، انا هنا حاسس مثلا ان انا ممكن اخليه يعني مثلا اقلل شوية. اوكي، ونرفع هنا ده عندنا الدنسيتي وعندنا الساتوريشن. انا محتاج ان انا اكون برفع الدنسيتي اكتر مثلا كده. اكتر من كده تلاقي ان الموضوع بدأ يبقى شكله بايخ قوي. اوكي، خلينا نعمله تاني عشان نرفعها بشكل الطف. انا شايف كده تمام. بيفور افتر، ممكن تلاحظوا هنا اكتر الالوان واخده كثافه وتشبع اكتر بكتير، مش زي الكالر بوست او الساتوريشن. نيجي لاكتر حاجه لازم نكون بنشتغل عليها، ايه؟ اللون الاحمر هنا. اوكي، هنا انا مش حابب اكون بلعب ناحيه الساتوريشن خالص. اوكي، حابب اكون بلعب في الدنسيتي، اكون بزودها مثلا. انا شايف ان كده تمام قوي. ممكن اقل، لا ممكن، تمام ممتاز. بيفور وافتر، شايفين الفرق؟ تعال نسلكت هنا على البودي نفسه. اوكي، وفي حاجة تانية لازم نكون بنشغلها طول ما احنا بنشتغل على السكين تون، وهو الفيكتور سكوب اللي موجود هنا. من هنا لازم اعرف ان انا مشغل الشو 2 اكس زوم والسكين تون انديكيتور. اللاين الفاصل اللي بيكون موجود في النص ده لازم ان انا اكون مركز عليه بشكل اكتر بكتير، ان هو يكون بيتاتش الجزء اللي في النص.
لازم يكون بيتاتش هنا. طبعا هو مايل اكتر ناحيه اليلو زي ما انتم شايفين هنا، دي الالوان الار، الريد، ماجنتا، جرين، سيان، اليلو والبلو. طبعا انا محتاج ان هو يكون بالظبط ما بين اليلو والريد، نفس الخط اللي دافينشي ريزولف رسمه لنا. اوكي، محتاج بس ان انا اكون بظبط دول لان في كل حاجه هو بيتاتش اريا جديده. اوكي، فبعد ما عملنا السلكشن بتاعنا، اوكي اتاكدنا ان سكين تون مظبوط، معمول له سلكشن مظبوط يعني، ومن هنا نيجي على الاوفست. خلينا نيجي هنا، احنا مثلا محتاجينه ناحيه الازرق شويه. اوكي، نخلي الاحمر نيوترال اكتر. اوكي، انا شايف ان الصوره كده مظبوطه. بيفور افتر، في الاول كان لونها اصفر، دلوقتي التون بتاعها الاساسي زي ما انتم شايفين هنا، الالوان مظبوطه. بس حاسس ان هي محتاج تزيد اكتر في الاضاءه بتاعتها. فاجي هنا عند الاديتابل سبلاين معمول له اكتيفيشن. ممتاز، حاول انا اكون برفع شويه، شايفين فور افتر. فاحنا لحد دلوقتي عملنا كرييت لللوك بيفور افتر. هنا خلاص احنا مش حاسس ان احنا محتاجين حاجه زياده. ممكن نكون بنعمل مثلا فوكس اكتر عليها. نيجي هنا نقفل الاديتور سبلاين، نقلل الاضاءه شويه، حاجه بسيطه قوي، ونيجي هنا نعمل انفيرت. فدلوقتي اللي انت شايفه ان انت بقى عندك فوكس اكبر على البنت نفسها. لو ده شلناه بيفور افتر، انا حاسس ان احنا قللنا اكتر، احنا محتاجين نرفع حاجه بسيطه. بيفور افتر، حاجه بسيطه اكتر. بيفور افتر، بيرفكت. اوكي، نيجي في الاخر نعمل النويز ريدكشن. الحاجه الوحيده اللي بتخليني اعمل النويز ريدكشن اخر حاجه خالص، لانه اوقات كتير جدا بيتقل الجهاز وبيخليك مش عارف تشتغل عليه بسلاسه. نيجي هنا عند الموشن افكتس فريمز، بما ان هو متصور 24 فريم فمش عايز اروح لاكتر علشان ما يشيلش فريمات اكتر، فخليني نيوترال فور بيتر performance لارج، وقلله شويه، مش عايز ازود اكتر من كده. كده ممتاز. فتعالوا بسرعه كده نراجع احنا عملنا ايه في كل خطوه. نقفل كل حاجه، نفتح الكارل سبيس ترانسفورم للريك 709. بعد كده احنا عملنا adjustment زي الاكسبوجر ساتوريشن. بعد كده عملنا كرييت اللوك بتاعنا. اوكي، بعد كده ضفنا السيكريت صوص اللي هو الهاليشن. عملنا جلو اند ميست ان احنا ادينا نعومه للصوره. ظبطنا الشاربنس. عملنا color density اللي هو زي ادينا كثافه للالوان وتشبع ليها اكتر بشكل ادق. وعملنا الماسكينج. اوكي، وفي النهايه اهم حاجه نظبط السكين تون والنويز ريدكشن اخر حاجه بيفور افتر. بس كده يا صاحبي، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وفولو وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي.